أصبحت المنافسة شرسة جدا بين النادي الوداد المغربي والنادي الأهلي على اكتساب اللاعب أشرف داري. نادي الوداد بيقول إن أهم شيء هو موافقة اللاعب، ومن الواضح كده إن هو خد موافقة اللاعب أشرف داري، لكن النادي الأهلي بيقول أهم حاجة الاستغناء من النادي الفرنسي على اللاعب. والجدير بالذكر إن نادي الوداد المغربي هو نادي أشرف داري الأصلي، وهو طلع على سبيل الإعارة سنتين، سنة قضاها في نادي بلجيكي وسنة تانية قضاها في النادي الفرنسي، وما زال الصراع قائم بين الناديين على اكتساب اللاعب. الخبر الثاني السريع للقلعة الحمراء والمارد الأحمر النادي الأهلي، اللاعب محمد علي بن رمضان في 4 أندية دخلت الصراع بين الأهلي على إنهاء التعاقد، برغم إن النادي أكد للأهلي إن خلاص الصفقة رايحة للأهلي، لكن في 4 أندية قوية جدا دخلت في المنافسة وعلى رأسهم الأهلي السعودي. إن شاء الله يتحسم الموقف لصالح النادي الأهلي، خصوصا إن اللاعب جه وعمل كشف طبي وتم الموافقة على كل حاجة. في السابق ادى كلمة شفوية للأهلي إن اللاعب خلاص هينتقل صفوف النادي الأهلي المصري. النجم الكبير الحريف الجميل مروان عطية اللي أنا بحبه، مروان عطية